عمرك كان عندك مشوار وكنت مستعجل فنزلت من البيت بسرعه من غير ولا تسرح شعرك ولا حتى تلبس كويس، ودخلت في دايره التوتر ان انت نازل وحاسس ان كل الناس مركزه معاك، مركزه مع شعرك اللي مش متسرح او هدومك اللي مش مكويه. الحقيقه اللي انا كنت فاكره واللي انت اكيد كنت فاكره ان الموضوع ده بيحصل لك انت بس، ولكن لا، الموضوع ده بيحصل لاغلبيه البشر، يعني كل البشر يعتبر بيحصل لهم نفس الموضوع ده. الموضوع ده بقى او الحاله دي العلماء سموها السبوت لايت افكت او تأثير الكشاف. تعالى بقى اشرح لك ايه هو تأثير الكشاف ده. كان عندنا باحثين توماس جيلوفيتش وكينيس سافيتسكي، يا رب اكون نطقت الاسماء صح، اسمائهم غريبه جدا. العلماء دول قالوا ان احنا كبشر عندنا ميل مبالغ فيه ان احنا فاكرين ان الناس كلها مركزه معانا، وان احنا فاكرين ان نظره الناس لينا زي نظرتنا لنفسنا. وصفوا الحاله دي كانك واقف على مسرح وفي كشاف ضخم جايبك كده وانت واقف والناس كلها مركزه عليك. فقرروا بقى ان هم يعملوا تجربه عشان يتاكدوا هل فعلا ان الناس بتشوفنا زي ما احنا بنشوف نفسنا، وهل فعلا الحاجات البسيطه اللي احنا بنركز فيها الناس برضه بتركز فيها. فالباحثين دول قرروا ان هم يروحوا جامعه وان هم يلبسوا مجموعه من الطلاب تيشيرت مرسوم عليه رسمه المشهور باري مانيلو. طبعا الطلاب حست باحراج كبير جدا وحسوا ان كل الناس هتتريق عليهم وتقول ايه اللي هم لابسينه ده، فالطلاب اصلا كانت خايفه ان هي تطلع على المسرح. لكن المفاجاه بقى اللي صدمت الطلاب ان اصلا لما سالوا الناس دي انتوا كنتوا واخدين بالكم من الموضوع ده، ما كانش حد مركز اصلا، كله مركز مع نفسه واللي مركز مع اللي هم بيقدموه، ما كانش حد مركز قوي مع التيشيرت اللي هم لابسينه. ولما سالوا الطلاب دي انتوا كنتوا فاكرين نسبه الناس اللي هتاخد بالها كام، كانوا قايلين من 60 ل 80%، ولكن فعليا نسبه الناس اللي خدت بالها كانت اقل من 20% اصلا. الفكره ان الموضوع ده مش مجرد ظاهره بتحصل عاديه، الحاجه دي بتاثر على حياتنا اليوميه. يعني تلاقي واحد نفسه يعمل محتوى ومش قادر يعمل عشان خايف من نظره الناس ليه، او جه يقدم حاجه في الفصل بتاعه فخايف ومتوتر ان الناس كلها تقعد تضحك عليه ويقولوا ايه اللي انت بتعمله ده، او عايز يلبس حاجه بيحبها او يعمل قصه بيحبها بس خايف من نظره الناس وان هم هيتكلموا عليه. في الحقيقه محدش هياخد باله من اللي انت بتعمله، اذا كان انت بتعمل حاجه بتحبها او حاجه بتكرهها، بتعمل حاجه فاكر ان المجتمع كله هياخد باله ان هي حاجه وحشه او الناس كلها تتريق عليك، ففعليا والله ما حد ياخد باله من اللي انت بتعمله. وفي الحقيقه ان الموضوع ده ما كانش مجرد ان انت حاسس الناس بتراقبك بس، لا، ده في حد حصل له معاه الموقف ده لدرجه انه جاله اكتئاب وراح انتحر، زي قصه كارلي كاتلين. كارلي كاتلين كانت بطله اولمبيه في ركوب الدراجات، لكن هي حرفيا دخلت في دايره اكتئاب بسبب ان هي حاسه ان الناس كلها بتبص عليها وجالها ضغط نفسي، وكانت حرفيا مش عارفه تكمل الرياضه اللي هي بتلعبها بسبب ان هي فاكره ان الناس كلها مركزه معاها، وهو حرفيا مفيش حد مركز معاها اصلا. الموضوع ده بقى ما كانش مجرد ان هي مثلا سابت الرياضه او حاجه، الموضوع ده ادى لانتحارها في سنه 2019. في دراسات بتقول ان حتى لو احنا فشلنا في حاجات كبيره وفعلا الناس خدت بالها وبدات ان هي تتريق علينا او تعمل اي حاجه وانت بدات تحس بالاحراج، الفكره ان الناس كلها بتنسى بسرعه، واللي هيفتكر حاجه النهارده بكره لو سالته عليها هتلاقيه مش فاكرها اصلا. ولكن انا كمان كشخص بعاني من الموضوع ده ما كنتش مصدق الكلام ده فعلا، وان الناس ما بتاخدش بالها من الحاجات اللي احنا بناخد بالنا منها. قررت ان اعمل التجربه دي مع صحابي، جبت انا و3 صحابي وخلينا كل واحد فينا يتصور صوره، ولكن انا هقيم صورتي مره واقيم صورتك مره. المره اللي انا قيمت فيها صورتي لا، لقيت ان فعلا الصوره مش مظبوطه، مش عارف شعري مش مظبوط، عيني كانت حاوده شمال شويه، ايدي كانت معوجه في الصوره، او شعري ما كانش مظبوط. ولكن لما انا قيمت صوره صاحبي حسيت ان الصوره كويسه جدا وعاديه. على العكس التاني بقى، لما صاحبي قيم صورته لقاها الصوره وحشه، لا ده انا شعري برده منكوش، لا ده انا مش عارف ايه مش مظبوط، لا ده الكادر جاي كده شويه، لا ده انا حاسس ان انا احول. ولكن لما قيم صورتي لقى ان الصوره طبيعيه وما فيهاش اي مشكله اصلا. ده الحاجه اللي اكدتني ان فعلا الحاجه اللي انا بشوفها غيري مش هيشوفها، غيري مش هيركز مع الحاجه، ولكن انا عشان عقلي حاطط ان الحاجه دي مش مظبوطه فانا هركز معاها، لكن اللي قدامي مش هاخد باله منها، ولا اصلا هو مهتم بصورته، هو مهتم ان فعلا ده شكله مش مظبوط في صورته، فهو ولا هو مهتم بصورتي ولا انا مهتم بصورته اصلا. اتمنى تكون فهمت ايه هو السبوت لايت افكت، والمره الجايه اللي تحس ان الدنيا كلها باصه عليك والكشاف جاي عليك، افتكر ان كل واحد فيهم عنده الكشاف بتاعه.